السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مباركه ان شاء الله، تعيدوا تعاودوا تعاشروا تعاودوا ان شاء الله، ورمضان ان شاء الله يخرج بالسلامه ويدخل لكم العيد بالخير والبركه ان شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم جبت لكم واحد الغريبه اللي هي ساهله ديروها حتى ليله العيد، ساهله ماهله. انا ديما نجيب لكم الساهل والاقتصادي. غزاله غزاله البنات، يلا نمشيو للطريقه والمقادير ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنايا واحد 250 غرام ديال الزبده العاديه، ماشي مارغرين وماشي ديال العبار بحال ديال المغرب، لا عاديه ديال البواطه ولكن عاديه بحراره المطبخ. 250 غرام. غنزيد عليها كاس ديال السكر 150 غرام، واحد القبيصه ديال الملح تاع ديال الذوق، غير شويه حتى تابعها غنحط لها مكون اخر فيه الملح. كتجي خطيره خطيره البنات. شوفوا هي حيت بحراره المطبخ دغيا تخدمت ليا كما كتشوف. كنخدمها هكا. عندي هنايا كيس ديال الفاني 8 غرام ديال الفاني، وعندي 5 الفرماجات مثلثات ها هما كما كتشوفوا البنات. هاد الفرماج كيعطيها واحد المذاق مع كاوكاو خطير خطير. دخلت الفرماج حتى هو حراره المطبخ، خرجته من الثلاجه قبل شويه. غنزيد كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص. هاد الكاس كيعبر 150 ميل، كاس ونص ديال الزيت. كاس العنبه اللي ما عندوش كاس العنبه راه 150 ميل، وزيد على 50 هي 200 ميل ديال الزيت. وكنخدم هاد المكونات مزيان حتى تولي على شكل بوماد بهذا الشكل. جربوا البنات. انا جيت متاخره، ما درتش بكري، ولكن غير الحلوى راه ما كتقاداش، ماشي في رمضان، ولا الماكله في رمضان، ولا اي حاجه ماشي رمضان. الحمد لله كنديرو على طول داكشي، ماشي مشكل. هاد رمضان غير انا وراجلي ما درتش بزاف الماكله، ولا يعني داكشي علاش ما صورتش بزاف. وعندي هنا كاس ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته، كاس تا هو 150. كنزيد 3 البيضات وكنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يدخل داك الكاوكاو في الخليط. بعد ما خدمتها حتى ولات على هاد الطريقه، دخل داك الكاوكاو او الفول السوداني، دخل مزيان مع الزبده مع الخليط حتى ولات بحال هاد الشكل هكا، بحال الكريمه بحال هكا. كنزيد واحد الكيس ديال الخميره 8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، كندخلها وكنبدا نزيد الدقيق. عندي هنا كيلو ديال الدقيق اللي نخلته او غربلته، وكنبدا نحط بشويه بشويه. غادي تدخل ليا اقل من كيلو، ولكن انا درت كيلو عبرتو. غنبدا ندخل فيها بحال الشكل ديال الصابلي بشويه بشويه، ما كنحطوش الدقيق كله بالمره باش تحصلوا على ديك العجينه الرطبه، ما تكونش قاصحه. الا كانت جاريه راه ما غاديش تصدق لكم، ولا كانت قاصحه ثاني غادي تجيكم الشكل. اللهم ديروها خير الامور اوسطها. كتجي غزاله الا تبعتوا المراحل دقه بدقه البنات، شويه بشويه. انا غنستمر تنجمعها ونوريكم شحال خدات ليا ديال الدقيق. بعد ما جمعتها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ما قاصحاش البنات، ها هي كما كتشوفوا ما قاصحاش، وكتجي زوينه في لما كتكوروها ما كتعذبكمش. كانت قاصحه تشقق. وكنديرها على هذا الشكل غريبه صغيره، ما كنديرهاش كبيره، كنضغط عليها شويه هكا
عيني ميزاني، انا ما بغاش نديرها كبيره، غير صغيره، لان تابعه الفران تابعه. ها هي على هذا الشكل هذا. غير تبعوا الطريقه من الاول للاخر، كتجي بنات خطيره. الفرماج مع كاوكاو كيجي واعر واعر واعر، غزاله. انا غنستمر حتى نكمل ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما كملت العجينه ديالي خرجت ليا خير وبركه ان شاء الله. نقول لكم الكميه اللي خرجت ليا. غادي نحطها في الفران. الفران راه شاعل. الا كان ديال الضوء عندكم على 150 درجه حتى 160، كان ديال الكهرباء متوسط، ما تكونش النار هاديه شمعه وما تكونش عاليه، متوسط الحراره. غنحطها في الفران تتحمر تاخذ اللون الذهبي وغنرجع معكم ان شاء الله للتزيين. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران. انا جبته مفسخ نقي بيض، حمرته في الفران وهرمشته بهذه الطريقه وغربلته، وداك اللي غربلته هو اللي درته في العجينه. نص كيلو غادي نقسمو باش ما يعمرش ليا كله. غناخذ غير القياس باش ما يعمرش ليا كله عسل. وعندي هنايا العسل، عندي كاس ديال العسل، كاس كبير ديال العسل. غنزيد فيه واحد شويه ديال الناطا، واحد نص معلقه ديال الناطا. كتجي زوينه البنات، رائعه. ديروها مع هذا العسل. اللي ما عندوش ماشي مشكل، واي منسب تحبوه ديروه، اللي ما عندوش ماشي مشكل. كنخلطها بهذا العسل هذا بهذه الطريقه. دخلتها في العسل كتجي بنينه البنات، غزاله. بغيتو ديروا العسل، بغيتو ديروا المربى، بغيتو اللي بغيتو، باش بغيتو ديروا. وهنايا الحلوه ديالنا هي طابت على هذا الشكل، صار لونها ذهبي على هذا الشكل. كنبدا نهز بالوحده هكا وكندهنها بالعسل، دهنه خفيفه بحال هكا، ونديرها في كاوكاو بهذا الشكل هذا. ونرجع على اللاطه ديال الفران، ندهنها بالعسل ونحطها في كاوكاو بهذا الشكل هذا. وغادي نحطها في اللاطه. غادي نرجعها للفران يكون سخون، غنرجعها شويه تشمع باش داك الكاوكاو ما يطيحش ليكم، يبقى شاد فيها، ماشي اللي هزات طيح ليه كاوكاو ولا شي حاجه. ها هو على هذا الشكل. وانا نكمل الكميه كلها ونرجع معكم ان شاء الله للتزيين ما تبقى. بعد ما زينتها بالكاوكاو على هذا الشكل هذا، حطيتها في الفران 5 دقائق. انا الفران سخون وطفيته على 5 دقائق حتى بردت دابا. وغادي نزينها معكم. هنا عندي الشوكولاط ذوبته ودرته في هاد اللاستيكه، وغادي ندير لها بهذا الشكل هذا خطوط على هذا الشكل عشوائيه هكا على هذا الشكل. كتجي البنات شكل ومذاق. ريحتها رائعه، هذا الكاوكاو ريحته غزاله. دابا غنخليها تبرد ونرجع معكم على الشكل النهائي ان شاء الله. نصاوب الصينيه الاخرى ونرجع معكم على الشكل النهائي. درت على هذا الشكل هذا عشوائيه، وغنخليها دابا حتى يجمد الشوكولاط ونرجعوا على الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالنا، ديال غريبه ديالنا. رائعه البنات، رائعه. واحد المذاق رائع شكلا ومذاقا، غزاله. جربوها، تبعوا المراحل وجربوها، غزاله غزاله ان شاء الله. قلت لكم بعد رمضان ان شاء الله غندير لكم صندوق الوصف باذن الله، باش ما تبقاوش تبريو على الحاجه ولا.
وهذه توجدوا حتى ليلة العيد، راه ما عندكمش مشكل. غزاله غزاله ورائعه وبالصحه والراحه. انا غنحل معكم واحد وحيده. شوفوا شحال هشيشه ورطبه غزاله. ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. ولكم الشكر، جزيل الشكر.